السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود علي في برنامجكم رباعية كورة. هنغيره من دقيقة كورة إن شاء الله لرباعية كورة. طبعا النهارده هنتكلم عن ماتش طبعا الأهلي وبيراميدز. أنت بتتكلم في ماتش، ماتش تحس إنه مش الدوري خلاص خلص، مش نادي الأهلي توج بالبطولة، أعلنوا عنها يعتبر تقريبا في في ماتش الزمالك اللي الأهلي كسب فيه وتفوق واضح جدا. الاهلي نازل الماتش عايز، زي ما قال المعلق، المدرب يعمل موسم للتاريخ، دوري لا هزيمه، بعد ما كان دوري انه جمع فيه اكتر من 90 نقطه او يوصل لكذا كذا كذا. لا، النادي الاهلي نازل، يعتبر غير تغييرتين بس، انا ما حسيتش بالفرق بتاع التغييرات اللي كان عاملها النادي الاهلي. النادي الاهلي كان ضاغط وباين عليه يعني القوه والسيطره اللي هي واضحه. اللي بيتميز بقى النادي الاهلي. لا، وكمان الغريب ان نادي بيراميدز بيلعب يعني بروح كانه ماتش نهائي بطوله، كاس افريقيه. يعني حاجه غريبه جدا يعني من نادي بيراميدز، حاجه يعني ماتش انت خلاص صاعد افريقيا بتاع، بيقطعوا على كل كوره، كل كوره فيها نديه، كل كوره فيها ضغط. عجبني قوي الفكر والتخطيط بتاع كولر في اول الماتش، والروح اللي مديها للاعيبه واللي موصلها للاعيبه بان النادي الاهلي حقق كل حاجه في الموسم. يعني انت بتتكلم نادي حقق الدوري والكاس والسوبر وكل حاجه يعني، لا بس برضه عايزين يخلدوا اسماء الفرقه دي والمجموعه دي في التاريخ ب... بألقاب زياده، باسمهم يتكتب اكتر. لا صراحه الموسم 2023 النادي الاهلي والمجموعه دي والمدير الفني مارسيل كولر السويسري، صراحة موسم يعني فيه كل حاجة من التكتيك. يعني عجبني أوي تفكير كولر في طلوعه بالهجمة، بالاستحواذ اللي بيعمله، حتى باللعيبة الجديدة الصاعدة. يعني واحد زي كوكا ده لعيب كويس جدا، الدبيس لعيب كويس جدا، رأفت خليل رغم قلة المشاركات اللي بيلعبها، لكن أنا شايف يا جماعة إن النادي الأهلي عنده ثلاث أربع لعيبة ناشئين على مستوى عالي. انت بتتكلم عن النادي الاهلي معاه 5 او 10 سنين هتبقى سيطره غاشمه وقويه جدا هيفرضها على الخصوم، برغم انه خسر النهارده وبرغم ان اللعيبه يعني خلاص محققين كل حاجه. ماتش في النسيان، ماتش ماليش يعني، انت بتتكلم ماتش ماليش عايز، انت محقق كل حاجه، لكن اللعيبه بتقاتل وبتحارب على كل كوره وبتشتكي وبتقول لك لا ده اللعيبه دي بتضيع في الوقت، لا اللعيب ده بيقع عليها، اللعيب ده بيقع عليها كذا، والاستفزاز حاجه غريبه، حاجه يعني بيراميدز عمل يعني بيراميدز استخدم كل الحيل بتاعه الكوره، بس في الكوره على فكره لكن في لقطتين كانوا فيها بيضيع الوقت. باين لك ان النادي الاهلي لا، المجموعه اللي بتلعب لا خايفه على التيشيرت، لا لعيبه ابطال، لعيبه تستنى منهم الموسم الجاي والموسم اللي بعديه مستوى افضل ومستوى احسن، وهيقدموا افضل ما عندهم. لان النادي صراحه النادي الاهلي متميز عن الفرق الاخرى بحاجات كتيره جدا جدا، طبعا مش هنقولها لان الناس كلها عارفاها طبعا. انت بتتكلم عن الناحيه البدنيه، النادي الاهلي يعتبر متفوق عن جميع الانديه المصريه، يعني اللي بيتقارب معاه نادي، رقم اثنين نادي بيراميدز بالنسبه لي، رقم ثلاثه نادي الزمالك. لعيب النادي الاهلي المدرب بتاعهم عامل لهم حاله، في عنده لعيبه بيطورها بنسبه عاليه جدا جدا. التطور اللي حاصل اليو ديانج ظهر مع مارسيل كولر، لا كولر بيطور لعيبه يعني وبيفوقها جدا جدا. واحد زي خالد عبد الفتاح لعيب برضو بتنتظر منه حاجه كويسه. على مستوى حراسه المرمى برضو، حراسه المرمى النادي الاهلي، لا النادي الاهلي فيه حراسه مرمى لا كويسه جدا ما تخافش عليها، اذا كان عن شوبير، اذا كان عن نديم اللي عمل بطوله في بطوله منتخب مصر، لا بطوله للتاريخ برضو. لا صراحه موسم للنادي الاهلي، انت لو بتقيمه كاي فيلم لا تديله 9.5 او 9.8 من 10. موسم اللي يعتبر اكتر من 17 لاعب جايب اجوان، تطور وتحسن مستوى حسين الشحات اللي انا بشيد بيه من اول الموسم لو متابعيني. مع تطور برضو اللي حاصل لاليو ديانج. خالد عبد الفتاح صفقه الموسم، لا خالد عبد اسمه ده مروان عطيه صفقه من اميز الصفقات. امام عاشور الصفقه المتميزه، لا لعيب كويس جدا ومكسب كبير جدا للنادي الاهلي لو اندمج في المنظومه بسرعه ولاعب بيحافظ على المستوى البدني بتاعه، وانا ما كنت بشيد بيه كتير جدا. على مستوى الهجوم، على مستوى الدفاع، على مستوى كل حاجه صراحه. بس برضو ما هننساش فريق بيراميدز، لا فريق بيراميدز عمل
ماتش كويس جدا جدا. لا بيراميدز عنده برضه تيم محترم، تيم كويس يقدر ينافس على فكره في البطوله في افريقيا. لا مش هتشوف فريق عادي، هتشوف لا فريق متزن، فريق قوامه كويس جدا، يقدر ينافس الابطال، يقدر ينافس مستويات اعلى طبعا. طبعا كان بيوصل في اللي يلعب في الكونفدراليه، بيوصل نص النهائي، بيوصل للنهائي كمان. لعب ماتش كويس جدا، استغل بيراميدز، لعب شوط اول كويس جدا. لعيب عجبني قوي، لعيب محمد صابر ده، محمد صابر ده يا جماعه لاعب جامد جدا في نص الملعب. يعني انا مستغرب ان اللعيب ده ما كانش ظاهر طول الموسم، لا بيشوط بالشمال، بيشوط باليمين، عجبني قوي لعبه. الشيبي ده لعيب كويس في التحركات بتاعته، القوه البدنيه بتاعته رغم انه طلع في الدقيقه 70، لا برضه لعيب يتبص له نظره احترام، نظره احترام. كولاي انا كنت متابعه، ده كان عاجبني الجنوب افريقيا، لكن عايز تحسن كتير جدا. انا شايف ان نادي بيراميدز عامه محتاج مهاجم قوي عن المهاجم بتاعه. لكن عجبني جدا مستوى احمد فتحي في نص الملعب رغم كبر سنه كلام والكلام ده. لا وبرده اللي عاجبني صراحه بنسبه كبيره جدا هو اللاعب محمد صابر، لا لاعب كويس جدا. وانا شايف ان ممكن النادي الاهلي او نادي الزمالك يبقى فيه كلام عليه الموسم ده، لانه يعني لعيب القوه البدنيه بتاعته كويسه، بيشوط مدفعي زي الحاجات اللي كانت بتناقصها في الدوري المصري، زي اللي هو امام عاشور اللي كان متميز لسه طلع في الست شهور ده، وجاي النادي الاهلي اما نشوف اللي هيعمله ككل. بقى نيجي نتكلم عن الموسم كعامة، ككلا يعني. صراحة موسم يعتبر موسم أفضل من ممتاز. الأول ندي للجوار حقها صراحة. مش هتكلم عن التسديدات اللي عملها محمد صابر، هو لعيب يتميز بشوط بالرجل اليمين وبالرجل الشمال. هذا الهدف بتاع الجون، تاني جون غلطه خلال النادي الاهلي عنده على فكره في اخر الموسم، يعني يعتبر غلطتين بجونين، دي لازم يشتغلوا عليها، لازم يشتغلوا عليها. اللي عجبني قوي محمد صابر في التسديدات بتاعته مؤثره طبعا. نتكلم بقى على الموسم ككل يعني الفرق. طبعا دلوقتي الاهلي بيحضر لصفقاته، الزمالك بيحضر لصفقاته، نفس الكلام بيراميدز، جميع الفرق بتاع الدوري. عملوا صراحة الموسم يعتبر موسم النادي الأهلي بامتياز، بتفوق. هتكلم عليهم البدني طول الموسم، رغم ان هم كان عندهم داخلين في اقصى من البطوله، يعتبر خدوها كلها بفضل المدرب، فضل الاداره، اداره النادي الاهلي، اداره محترمه، اداره. انت بتتكلم على الجهاز الفني، جهاز فني محترم، لعيبه كانت على مستوى من الثقه والثقه من الجمهور عالي جدا، لعيبه كانت في بعض الدروبات لكن كان المدرب بيعرف يستحوذ عليها. الاهلي الصراحه عمل موسم للتاريخ. برضو كان الاهلي حصل له ضربه بطوله افريقيا، لكنه سرعان ما عرف يراجع نفسه، عرف يلم الامور، يلم الدنيا. طبعا انت هتتكلم ككل، هتتكلم كتوتال، لا اداره 10 من 10، فريق 10 من 10، لعيبه صاعده وناشئين كويسين هيشيلوا النادي الاهلي، وصفقات متميزه اديله 10 من 10 فيها. حراسه المرمى بتاعت النادي الاهلي لا معلها مساس بيها. انت بتتكلم مش ان هم بيقولوا في عرض للنصر السعودي وفي مش عارف هتتر بت تت، لا انت بتتكلم في حارس تاني كويس، وحارس هيبقى افضل، حارس ثالث كويس جدا جدا، لا ظهر في البطوله. انت بتتكلم على تجديد للمدرب، مدرب ماضي معاك سنتين معاه لاخر السنه الموسم الجاي. لا كتوتال انت بتتكلم النادي الاهلي هو سوبر ستار الموسم ده. طبعا عمل موسم للتاريخ، وانا ملاحظ ان الكلام ده هيكمل للموسم اللي بعديه والموسم اللي بعده، اذا ما فاقش نادي الزمالك وما فاقش نادي بيراميدز وما كانتش المنافسه محتدمه من الاول، والتراخي اللي بيحصل. هنشوف يعني حاجه كويسه وحاجه محترمه في ظل المشاكل والوقف القيد والكلام من ده اللي يتميز بين نادي الزمالك عن الانديه كلها بادارتها الغريبه جدا جدا، اللي دايما بتصدر مشاكل، بتصدر كذا، بتصدر كذا. ودي برضو حاجه يعني حاجه مشكله شايفها في نادي الزمالك، ان اي حاجه بتحصل بقى فيها مهاجمه شديده جدا جدا جدا. حاجه غريبه ان يعني في الادارات بتاعت نادي الزمالك، ان شاء الله دي حاجه تختفي من الوجود كعامة. ده كان كل اللي حصل بقى. قيمة النادي الأهلي برضو كموسم، قيمة الماتش عامة. ماتش كويس جدا ظهر من النادي الأهلي. ده كان كل اللي معانا، كان معاكم محمود علي عباس. ما تنساش لو اتفرجت تخبطنا تعليق. كان معاكم محمود علي في رباعية كورة، عشان أنا هغير، أنا عامله دي كورة بس أخليه رباعية. معاكم محمود علي عباس.